تدور قصة الفيلم حول شابين هنديين يسافران إلى المملكة العربية السعودية للعمل في وظيفة مكتبية في الرياض أو الدمام. بعد وصولهما إلى المطار يتأخر الكفيل في استقبالهما، فيبقيان حائرين في المطار. يتدخل رجل مسن يوهمهما بأنه هو الكفيل، ويأخذهما في سيارته إلى وسط الصحراء، حيث يجبرهما على العمل كرعاة للغنم والإبل. ينتهي الأمر بأحدهما، واسمه نجيب، في قبضة الرجل المسن الذي التقطهما من المطار. يتعامل هذا الرجل مع نجيب بوحشية شديدة، حيث يعامله كعبد بتعنيفه وتجويعه وإذلاله بشكل لا يطاق. يصور الفيلم سلسلة من المشاهد المأساوية، بما في ذلك مصير الراعي الهندي السابق الذي شاخ وفقد عقله حتى مات في الصحراء، وترك جثته لتأكلها النسور. نجيب يحاول حماية الجثة، ولكن ينتهي به الأمر مهاجما من قبل تلك النسور. شريكه حكيم يعاني نفس المصير، وبعد سنوات من العبودية المهينة يقرران الهرب بمساعدة دليل إفريقي يدعى إبراهيم، يدعي معرفته بمسالك الصحراء. يهرب الثلاثة مشيا على الأقدام، ويواجهون مصاعب كثيرة، حيث يهلك حكيم بسبب العطش، ويختفي إبراهيم في بحر الرمال. نجيب يستمر بالسير حتى يصل إلى طريق معبد، ولكن عندما تمر به سيارات يقوم سائقوها بنهره وتركه. ينقذه أخيرا رجل ثري يقله بسيارته الفاخرة ويوصله إلى مسجد. نجيب منهكا من التعب والجروح يتجه نحو المسجد، حيث يلتقي بشبان يرتدون الغترة الحمراء الذين يزجرونه بغطرسة وجفاء. بعد ذلك يعثر عليه عمال هنود ويسعفونه ويعتنون به حتى يتحسن حاله. يقتاد بعدها إلى مصلحة الجوازات ليبلغ عن حالته. هنا يأخذ الفيلم منحى يصور تعامل السلطات مع العمال الهاربين والمجهولين، حيث يظهرهم بشكل قاسي ومتحامل مع الكفلاء. يصور الفيلم ظروف السجن المزرية التي يعيش فيها العمال، وكيف يسمح للكفلاء بتفقد العمال وأخذ من يخصهم بطريقة همجية. في مشهد مؤثر يظهر الرجل المسن الذي كان نجيب يعمل عنده في السجن، ويتمكن من التعرف عليه. يتحدث إليه بغلظة، مما يجعل نجيب يرتعد خوفا من العودة إلى تعذيبه. ولكن المفاجأة تأتي عندما يقول الرجل المسن إنه لو كان نجيب على كفالته لرأى ما كان سيفعل به، مما يكشف أن نجيب قد اختطف من المطار، وأن كفيله الأصلي لم يصل لاستقباله. بعد قضاء شهرين في السجن يتم ترحيل نجيب إلى الهند، ويصف تلك الفترة بأنها كانت أسوأ من سنوات العبودية في الصحراء. يختتم الفيلم بتوضيح أن ما حدث لنجيب ليس حالة فردية، بل تجربة شبيهة يمر بها الآلاف من العمال. فمشهد من مشاهد الفيلم المؤثرة يظهر نجيب وهو يقول للكفيل: دعني أعود. يتوسل نجيب في مشهد مؤثر يمزق القلب، والدموع تنهمر على وجهه وهو يحكي كيف باع كل شيء وغادر عائلته، كل ذلك سعيا وراء وظيفة موعودة. لكن كلماته لم تجد صدى لدى رئيسه الذي لا يتحدث سوى العربية. وفي محادثة على موقع يوتيوب قال نجيب، البطل الحقيقي للكتاب والفيلم، إنه لا يستطيع العودة أبدا إلى الأماكن الموصوفة في الرواية. وجدير بالذكر أن نحو 2,000,000 هندي من ولاية كيرالا يعيشون في الخارج، هاجر منهم ما يقرب من 90% إلى دول الخليج، متأثرين بالعلاقة طويلة الأمد التي امتدت لأكثر من 5 عقود، والتي تربط الولاية بالبحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات في شبه الجزيرة العربية. والعديد من هؤلاء العمال ينحدرون من أسر فقيرة كادحة تعيش في ظل نظام الكفالة في هذه البلدان الذي يضمن للكفيل السيطرة التامة على إقامتهم وتحركاتهم، ما يجعلهم عرضة للإساءة والاستغلال. يقول نجيب الحقيقي: لقد غادرت كيرالا محملا بالكثير من الأحلام، لكن التجارب التي مررت بها هناك والسيد الرهيب والحياة بين الماعز أفقدتني إحساسي بذاتي وفقدت عقلي.